الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع لقائنا عنوانه للذين بالكوابلية الرقراقية الولية المعالجة والمفرحة للأطفال. أحبتي، هذه الولية الآسفية لا يدعوها الفقيه أحمد الصبيحي السلاوي في مخطوطه صلحاء آسفي وعبدة بلالة كما فعل عند تعريفه بوليات أخريات، وإنما دعاها وخصها بصفة السيدة بقوله السيدة زينب الكوابلية. وصفة السيدة هاته تفيد معاني التكريم والتفضيل والتشريف والتقديم، كما أن اسم السيدة والسيد هو الصفة واللقب الأكثر شيوعا وانتشارا في المغرب وغيره من بلدان المغرب الكبير، وحتى في بلدان المشرق العربي، للتدليل والإشارة إلى ولي أو صالح من الأولياء والصلحاء، تجدها مقرونة باسمهم ونسبهم. ويصف الفقيه الكانوني زينب الكوابلية بالولية الصالحة في كتابه الجواهر الصفية في تاريخ الديار الآسفية. أما الفقيه الصبيحي في مخطوطه المذكور فلا يزيد في تعريفها عن قول أنها من أقدم الصالحات بالبلد، ويعني بالبلد مدينة آسفي. كما ينفرد الفقيه الكانوني بتحديد أصلها ونسبها بقوله زينب الكوابلية الرقراقية، فهي إذن حسب منطوقه تنسب إلى أصلين ومحتدين مختلفين، فهي كوابلية ثم رقراقية. وأرى لا عجب في هذه الازدواجية في النسب، فالفقيه الكانوني نفسه نجد يحدد هويته وأصله بمثل هذا الاسم الطويل والمركب بالقول أنه محمد بن أحمد الكانوني العبدي. وبالبحث في الأصل الأول القريب المباشر لهذه الولية، أي في أصلها الكوابلي، فإن البحث عن ما يقرب من آسفي من الديار والأماكن ممن يحمل اسم الكوابلية أو يقترب منه رسما ونطقا قادنا هذا البحث إلى العثور على دوار صغير يحمل نفس اسم أصل هذه الولية ومطابق له تماما، وهو الدوار الكوابلية الموجود بطرف من بلاد أحمر. وهذا الدوار تابع حاليا لمشيخة المصابيح الطالعة، ويدخل ضمن تراب جماعة سيدي شيكر. وفي غياب معلومات تؤكد أو تنفي لا نملك إلا أن نفترض بل نرجح أن الولية زينب تنحدر مباشرة من هذا الدوار ومن أهله، أي من دوار الكوابلية الحمري، ولا ندري هل ولدت به وترعرعت به إلى بلوغ السن المعينة ثم هاجرت إلى آسفي، أم أنها ولدت بآسفي وبذات الدرب الموجود فيه حاليا ضريحها من المدينة العتيقة. وأما بخصوص الأصل الثاني البعيد للولية زينب ونعني به أصلها الرقراقي، فهو يؤكد أنها رقراقية المنبت من قبيلة رقراق المصمودية الأمازيغية، وبالتالي لا أستبعد أن تكون من ذرية وأعقاب المجاهدين الرقراقيين الذين رابطوا بسيدي شيكر في أول رباط جهاد وعلم في تاريخ المغرب الإسلامي، والذين عمروا الموقع والجوار علما وصلاحا وجهادا بسبق من نشر وتثبيت الدعوة الإسلامية بين القبائل الأمازيغية هنالك وبالجوار، وبعد ذلك التحول إلى جهاد البرغواطيين واستئصال نحلتهم المخالفة للدين الإسلامي الصحيح في القرن 11 الميلادي، وأخيرا انتقالهم بمقاتليهم وفرسان في القرن 16 الميلادي إلى ثغر آسفي والمرابطة به لدفع الاحتلال البرتغالي الصليبي عنه. ويعتقد الفقيه الكانوني أن الولية زينب الكوابلية عاشت في هذا القرن، أي القرن 10 الهجري الموافق للقرن 16 الميلادي، وأنها بالتالي شهدت الاحتلال البرتغالي لثغر آسفي. وعلاوة على أصلها الرقراقي وردت في شاردة مفيدة بتعليق بهامش رقم 248 من وضع محقق كتابات أحمد محمد الصبيحي السلاوي حول آسفي أن الولية للازين بالكوابلية تنتمي لسيدي عبد العزيز بن يفو، مما يفهم منه أنها تنحدر من بيت علم وصلاح وكرامات وبركة وعلاجات، مما أهلها لأن تدرك هذه المرتبة السنية بين أهل آسفي من التبجيل والتقديس والشهرة.
وتروي الرواية الشعبية أن هذه الولية كانت تعالج عدد من أمراض الصبيان والأطفال، وذلك عن طريق عملية التشراط، أي باستعمال مشرط أو شفرة حادة وإجراء جروح خفيفة سطحية بالقسم السفلي من ساعد الرضيع أو الطفل، كرامة منها واعتقاد من الأمهات أن ذلك يعالج البكاء المستمر للطفل وما يصحب ذلك من قلة النوم وإزعاج وقلق للأبوين، أو ما يعبر عنه شعبيا بالجعرة، أو لعلاج خمول الطفل الوهن الضعيف والقليل الحركة والحيوية. كما يقال أن الولية ليلى زينب كانت تعالج أمراضا أخرى لها علاقة بالفم والحلق باستعمال ما كانت تسميه ويجاريها العامة في ذلك بملح رقراقة، ولعلها ملح كانت تستجلبها من بحيرة أو سبخة زيمة ببلاد أحمر التي لها قدسية خاصة عند كثير من الناس لارتباط هذه البحيرة بقصة رجالات رقراقة السبعة الذين التقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمهم بلغتهم الأمازيغية كما تزعم ذلك الرواية المتداولة في تفصيل ذلك. كما يقترن ذكر الولية زينب الكوابلية بليلة القدر وما كان يصاحبها من طقوس واحتفالات، ففي هذه الليلة المباركة كانت هذه الولية تنجف الفتيات الصغيرات، وبعد وفاتها صارت الفتيات يتنجفن بضريحها أي يتزينن أو يزرن ضريحها وهن في أجمل ثيابهن وحليهن. ولم تكن هذه العادة مقتصرة على هذه الولية بآسفي، بل كانت موجودة بضريح سيدي حسن الفخار المشهور بسيدي الشهري الكائن ضريحه جوار الكورنيش بآسفي. ويوجد ضريح الولية زينب الكوابلية في زقاق مقفل متفرع عن الزنقة المؤدية إلى ساحة سوق الغزل، ومجموعها محسوب على درب الغزالين أو درب سوق الغزل، وهو واحد من الأحياء الحرفية المتجاورة والمتقاربة التي كانت نشيطة بالمدينة العتيقة المصورة من آسفي، مثل درب الحجامة ودرب النجارين. والأصل في هذا الدرب سوق كانت مختصة في بيع الصوف الخام ومغزولاتها المختلفة التي كانت تنجز من قبل نسوة يأتين من داخل المدينة أو من أطرافها، كما كانت تباع في ساحته بالمزاد العلني المنسوجات الصوفية المشهورة جودتها من حنابل وعباء وحياك وبرانس، وبه كانت توجد أيضا محترفات لحياكة المنسوجات الصوفية. وقد سكن بهذا الدرب أسر من أولاد الكوابلية والشقوريين والقراوي والحلاوي والقرمودي. وحال ضريح هذه الولية اليوم أحبتي يبكي ويغضب في نفس الآن بسبب غياب أي جرد أو اهتمام أو صيانة أو حماية لمعظم أضرحة آسفي وباديتها، فهي سواء قبلنا أو أبينا تبقى وستظل جزءا من تاريخنا المحلي والشعبي والعقدي والخرافي وغيره. وكما نرى في هاتين الصورتين المزعجتين، فالصورة الأولى أخذت سنة 2014 وفيها أصبح الضريح وكرا لبعض المشردين والمنحرفين، مما أدى إلى انتهاك حرمته والعبث وتخريب محتوياته. والصورة الثانية التقطت قبل أيام من شهر يونيو من السنة الجارية 2023، وفيها ساءت أحوال ضريح هذه الولية باقتلاع أبوابه وسد مدخله بحائط واستغلاله كمكان لطرح متلاشيات سكان الزقاق. وإنني أهيب بالجهات المسؤولة إلى إنقاذ هذا الضريح وغيره من الأضرحة المهملة، فهي جزء من تاريخنا وعمارتنا وتراثنا وحكينا الشعبي. تحياتي ومودتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.